بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى النهارده هنعمل المشتريات اللي انا جبتها النهارده، وعندي كمان ليكو مفاجأة كده عايزه اقولها لكم ان شاء الله باذن الله، بس في اخر الفيديو. قبل اي حاجه معلش، انا كنت رصه الحاجات بصراحه، بس بصراحه جوزي وولادي قالوا لي لا يا ماما قومي صوري. انا مش هكذب عليكم، انا جالي احباط بصراحه يعني، فانا ما كنتش عايزه اعمل فيديوهات تاني بصراحه. بس في ناس عزيزة على قلبي يعني بيقولوا لي لا كملي وكده. بصراحة لما فتحت القناة كنتوا مشجعيني وكده، بس اليومين اللي فاتوا مفيش تفاعل مفيش اي حاجة. انا زهقت بصراحة من كل الفيديوهات اللي انا بعملها وبتتاخد وبتتعمل بالنص في قنوات تانية. زهقت بصراحة. فوالله انا كنت النهاردة مش هصور، بس انا بقالي شوية ما صورتش، وفي ناس تانية اتصلوا بيا وقالوا لي لا ما ينفعش يا سيدة، لازم تقومي وتصوري، ما فيش حاجة اسمها كده. بس ارجوكوا يعني اللي حابب القناة واللي حابب الفيديوهات ما ينساش اللايك معايا. بصوا بقى يا حبايبي، النهارده رحنا السوق، بس كان عندي حاجات كتيرة بصراحة، فانا اشتريت فاكهة واشتريت حبة حاجات كده للخزين البيت. بصوا بقى يا حبايبي، الكمثرى كانت ب40، انا جبت كيلو وربع ب50 جنيه، وكمان التين ب30 جنيه، فانا جبت 2 كيلو. خلاص. والتفاح معرفش غالي ليه يا جماعه بس انا لقيت ده يعني على قده كده، لقيته ب25 جنيه، فجبت كيلو عشان طبعا الدايت والحاجات دي، فانا لازم اكل تفاح يعني، انا بحبه بصراحه. وجبت برضو البصل لقيته ب10 جنيه، فجبت 2 كيلو ب20 جنيه. طبعا البصل من الحاجات الجميله قوي اللي انا بحبها. بصوا، وولادي والله بياكلوه كده من غير حاجه. بصوا بقى، شوفوا الطبق الجميل ده هقول لكم بقى، عشان انا ببقى عايزه احط نص الطبق خضار وربع بروتين وربع النشويات بتاعتي. فبصراحه لقيته كده على شكل دبدوب، انا بحب الدباديب فجبته على طول ده كان ب10 جنيه. خلاص. طيب، جبت كمان نص ليمون ب5 جنيه، لقيت الربع ب2 جنيه ونص، ب5 جنيه. ليمون جميل قوي، فجبت نص كيلو لان انا بحب اغسل بيه الفراخ والحاجات وكل حاجه، والله حتى اللحوم اي حاجه بصراحه بحب اغسل الليمون بيها. بصوا، عشان انا بقى ما كنتش هصور، فجبت 2 كيلو مانجا، بس انا بقى عملتهم عصير. معلش ما طلعوا معايا 3 ازاز عصير مانجا. خلاص. طيب، ده بقى الحاجات اللي انا كنت رايحه عليها السوق، وبصراحه وانا جايه بقى قلت لا انا ما عنديش حاجات للبيت. انا البهارات معلش حطيتها في اماكنها بصراحه يعني، مش هكذب عليكم، انتوا عارفين ان انا على طول ببقى يعني كل قناتي صدق، يعني كل حاجه فيها صدق. بصوا بقى، اول حاجه فشار للولاد، ولقيت طعم الفشار بالجبنه دي لقيته ب4 جنيه، فجبت ب10 جنيه فشار وب4 جنيه، يعني قلت اجرب بقى، مش كل مره اعملها لهم ساده كده. لقيت المكرونه ب24 جنيه، جبت من كل حاجه نص، يعني جبت نص سباكيتي، جبت نص ثانيه واحده كده، جبت نص مكرونه عقل. خلاص. وجبت كمان نص مكرونه من دي، وجبت مكرونه اقلام نص، وجبت كمان مكرونه من دي اللي هي الخواتم نص، وجبت كمان ازازه زيت وكيس سكر. بس بصراحه انا حطيتهم برضو في الحاجات الخزين ونسيت اجيبهم بصراحه. ازازه الزيت كانت ب45 جنيه، بس ثانيه واحده هفصل واجيبها. اهي يا جماعه، دي ازازه الزيت ام 45 جنيه بصراحه، يعني عشان كان الفلوس وكده فانا جبتها من الصغيره دي. في كان ب65، وفي زي ما انت عايزاه، في ب100، في باللي انت عايزاه بصراحه. بس بصراحه عشان حسب الفلوس يعني، فانا مش هضحك عليكم. بصوا الحاجات الخزين جبتها ب139 بالسكر بالزيت بالمكرونه بالبهارات اللي انا جبتها. وجبت المانجا 2 كيلو ب50 جنيه، عملوا لي 3 ازاز اللي انتوا شايفينها. جبت الكمثرى ب40 كيلو وربع ب50. جبت التفاح ب25، جبت البصل ب20، جبت الليمون ب5، جبت التين ب60، وجبت الطبق ده ب10 جنيه يعني بصوا يا جماعه، يعني الحاجات دي ما قطعتش، يعني 300 وحاجه كده، 340 حاجه كده، يعني انا كان معايا 400 بصراحه، جبت ب60 جنيه. خلاص. مش عارفه جبت ايه تاني.
انا جبت كمان دراي للقطط وجبت حاجات تانية، بس انا مش عارفة هي كانت للبيت بس انا مش فاكراها والله من الفلوس. يعني انا اتبقى معايا 60 جنيه من 400 جنيه. تعالوا بقى اقول لكم على الحاجة اللي انا كنت عايزاكم فيها. بصوا بقى، انا مش بعمل اعلان بصراحة، بس في اخت وحبيبة عليا وصاحبتي كلمتني وقالت لي بصي يا سوسو انا عايزه اطلب منك طلب. فقلت لها ايه هو الطلب بقى؟ استنوا بس اشيل الحاجات دي واجي اتكلم معاكم. اهو انا فضيت لكم المكان بقى عشان نقعد ايه، نجيب كل اللي احنا عايزين نجيبه. مش عارفه الصوره عايزه اعدلها لكم، بس هي كده ايه معدوله يعني بصراحه، بس مش عارفه الاضاءه مش حلوه هنا، بس انا برضو ايه هحاول اجيبها يعني. واحده صاحبتي وحبيبتي كده زيكم قالت لي بصوا، قالت لي انا عامله ملايه، ملايات تقومة سرير يعني، بس بصراحة اشكالها والوانها عجبتني ولقيتها ارخص من بره. بصوا المنظر يعني، بصوا الجمال، لقيتها ارخص من بره بكتير قوي 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 قوي. بصراحة الطقم بره يعني انا بصراحة بقالي مدة ما اشتريتش، بس هي قالت لي عشان متابعينك وحبايبك وانا عايزة بصراحة ابتدي البراند بتاعي وعايزة ابيع من الاول، فقالت الطقم ب 450 جنيه. وقالت هي برضو اللي هياخد طقمين هيبقى الطقم محسوب في الطقمين ب400. هي مش عايزه بصراحه، هي ما عندهاش قناه ولا حاجه، بس هي يعني لجأت ليا وقالت لي يعني ان هي عايزه توريكم الحاجات بتاعتها دي. بس هي هنا في اسكندريه يعني، هي ما عندهاش، هي مش في الاقاليم يعني. بصوا الجمال ده بيتفرش كده على السرير، بصوا لونه جميل قوي بصراحه. يعني انا ايه، انا هشتري منهم طبعا للبنات، بس انا قلت برضو افرجكم على الايه الذوق الجميل ده. هي قالت انا بعمل الواحد لمتابعينك وحبايبك ب 450 جنيه. والله الاضاءه اقسم بالله وحشه جدا عندي، منظر البتاع. بصوا طبعا الطقم ده معدي ال1000 بره، هي عطشهولي يعني. قالت لي انا هخلي بس متابعينك عشان حبايبك وكده. قلت لها انت عارفه طبعا احنا لازم تدبير وتوفير. قالت لي بصي يا سوسو اللي يطلب اي حاجه في اسكندريه هي هتوصلها له لغايه عنده، بس طبعا هي هنا في اسكندريه ولسه فاتحه جديد وكده. فهي بقى ايه، بصوا المنظر، بصوا الشياكه ده ب 450 جنيه. بصوا يا حبايبي، وايه بقى، وهي عامله لنا كمان ايه ده، انا قلت لها عشان انا ما بحبش الملايات تبقى صغيره، فهي عملت الملايه الطقم كله. بتقولي الطقم كله واخد منها 5 متر، يعني بره مش هنلاقيه 5 متر خالص. بتقولي ده هو انا عامله لكم الملايه كبيره جدا جدا جدا. قلت لها عشان انا السرير بتاعي قديم بصراحه وبحب الملايات. بصوا الجمال بقى، بصوا الرقه. بصراحه انا كنت هاخد لسريري، بس انا قلت اطمع بقى واشيل لجانا ومريم. على فكره انا الاعلان انا مش عامله اعلان، انا هي صاحبتي واختي، وهي لما كلمتني انا حبيت ان انا اساعدها. واي حد بجد بيعمل مشروع عايز ان انا اساعده او ان انا اقول له اي حاجه هحط لكم الرقم بتاعي، وان شاء الله باذن الله اتصلوا بيا. وبصوا يعني انا هقول لكم ايه، يعني مفيش حاجه بصراحه ب 450 جنيه بالمنظر ده بصراحه يعني. انا شفت كتير وقليل. التمومه بقت غاليه جدا. وكمان الاقمشه، انا رحت سالت على متر القماش يا جماعه، المتر الواحد ب100 جنيه. القطن ده اللي هو هي بتقولي انا عاملاه قطن تركي، معرفش بقى قماش تركي، انا ما بفهمش في الحاجات دي. بس انا بصراحه شفت القماشه وشفت المنظر، بصوا التقومه جميله ازاي بصراحه. انا مش عارفه اختار ايه ولا ايه. بصوا الحلاوه يعني، ده ب 450 جنيه والله يعني مش عارفه اقول لكم ايه. بصوا ده جميل قوي ده بقى. لا انا اللي عجبني بقى هقول لكم كمان وطمعانه فيه، اللي هو اول واحد ده جميل قوي ده. بصوا الحلاوه. بس هي للاسف ده مش حاطه له البادج ده اللي هو، وده برضو جميل، والكحلي برضو الازرق ده جميل بصراحه يعني. فايه رايكم بقى،
ها هتشجعوها ولا ايه؟ بصوا، ولا اللي عايز رقمها او عايز يتصل بيها ان شاء الله باذن الله هفتكر واحط لكم الواتس بتاعها عشان اي حد يطلب. بس هي في اسكندريه بصراحه، هي مش بره اسكندريه، ومش عارفه هي ممكن يكون مصاريف الشحن متهيالي مش عارفه 50 او 30، انا ما قلتلهاش بصراحه لما توصلي بكام. هي بس قالت لي اعرضي على المتابعين بتاعهم، وانا بصراحه بحب اساعدكم كلكم والله، واللي عايز اي حاجه يطلبها مني من عيني الاتنين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب بقى الملايات دي تكون عجبتكم، التقومه الجميله دي بصراحه انا هطمع فيها شكلي وهاخدهم كلكم. ماشي، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، ومع السلامه، باي باي.